قبل بداية الجولة الثانية من دور ال 16 في دوري أبطال أوروبا، تعالوا كده نتوقع مع بعض مين الفرقة اللي هتتأهل ومين الفرقة اللي هتودعنا. بس قبل ما نتوقع انزل اعمل لايك واطلع عشان ندردش شوية. في الفيديو ده هنتكلم عن الأربع ماتشات اللي هتتلعب الأسبوع ده، وهو يوم الثلاث 5/3 هيتلعب ماتش بايرن ميونخ ضد لاتسيو، والماتش الثاني هيبقى ريال سوسيداد ضد باريس سان جيرمان. ويوم الاربعاء اللي بعديه يوم 6/3 هيتلعب ماتشين، ماتش مانشستر سيتي ضد كوبنهاجن وماتش ريال مدريد ضد لايبزيج. تعالوا نتوقع مع بعض ماتش كده ونمسكها من البدايه. اول ماتش معانا هو ماتش بايرن ميونخ ضد لاتسيو، واللي انتهى الماتش الاولاني بتاعه 1-0 للاتسيو على ارض لاتسيو. الماتش ده هيبقى على ارض بايرن ميونخ، باللي اتلعب في الماتش الاولاني على ارض لاتسيو والسيطره ما كانت من الجانبين. الماتش كان ماشي هجمه كده وهجمه كده. بايرن ميونخ مش في حالته وبيعاني من نقص تهديفي رغم وجود كين معاه، بس هو في المركز الثاني تحت باير ليفركوزن في الدوري الالماني، وده ان دل على شيء، دل ان بايرن مش في احلى حالاته. ما تفهمش الاداء الفني اللي بايرن ميونخ تراجع عليه، بس بالماتش اللي احنا شفناه في الجوله الاولى من دور ال 16 قدام لاتسيو، كان في جمل كان في حاجات متحفظه ومفهومه بيعملوها كويس وكانوا بيوصلوا للمرمى، بس ما كانش في اجوان بتيجي. عكس الناحيه الثانيه لاتسيو تحس ان هي مثلا ممكن تمسك لك الماتش فتره كده انا هدافع، بعد كده فتره كده لا انا ههاجم، وقت ما تقرر ان هي تجيب جون تحس ان الفرقه كلها بتهاجم مع بعض. تمام. اي نعم، انا بحب طريقه لعب لاتسيو وهي المفضله بالنسبه لي، بس انا اتوقع ان بايرن ميونخ على ارضها هتتحول لوحش وتاكل لاتسيو. انا ما اعرفش هتكسبهم كام، بس بايرن ميونخ هتتاهل لدور الثمانيه، ده توقعي. ريال سوسيداد ضد باريس سان جيرمان. ريال سوسيداد ضد باريس سان جيرمان، الماتش الاولاني اللي كان على ارض باريس سان جيرمان اتغلبوا 2. تمام. فباريس جايه تقريبا كسبانه، الا بقى لو ريال سوسيداد عملت مفاجاه جباره وغلبت باريس سان جيرمان على ارضها 3-0، دي هتبقى فعلا مفاجاه المفاجات. بس انا ما اتوقعش ده. ريال سوسيداد يعني ايا كان اللي هم وصلوا له ده في الدور ال 16 ده حاجه كويسه جدا. اتوقع ان هم لو كانوا قابلوا فرقه اقل من كده، يعني مثلا قابلوا كوبنهاجن، مثلا قابلوا فرقه زي PSV، لو كانوا قابلوها، حتى لو كانوا قابلوا دورتموند، كان ممكن مثلا ممكن هم يكسبوا او ممكن كانوا يصعدوا الدور الثمانيه كمان. لكن ان هم حظهم وحش ان هم وقعوا مع باريس سان جيرمان. باريس سان جيرمان تمتلك واحد زي مبابي في المعدلات التهديفيه وفي احترافيه اللعب، وان هو ما مش فارق معاه ان هو هيمشي من النادي ولا مش هيمشي، بس انا كده انا هلعب وهأدي اللي عليا لحد اخر يوم وهمشي. انا عايز اخد دوري الابطال مع باريس سان جيرمان قبل ما امشي. فتحس ان الدوافع اللي موجوده عند مبابي ده لو نزل اساسي وما طلعهوش لويس انريكي في الماتش او حطه في البدله قبل ما يبتدي بيه، اعتقد ان بنسبه 100% هي باريس هتكسب. فاللي اتوقعه من ماتش ريال سوسيداد ضد باريس سان جيرمان على ارض ريال سوسيداد ان باريس هتتاهل لدور الثمانيه. نيجي في اليوم اللي بعديه يوم 6/3 يوم الاربعاء، هو ماتشين، ماتش ريال مدريد ضد لايبزيج، ماتش مانشستر سيتي ضد كوبنهاجن. ماتش مانشستر سيتي ضد كوبنهاجن اللي خلص الجوله الاولى بتاعته في ارض كوبنهاجن 3-1 للسيتي. فتخيل لما يجوا بقى كوبنهاجن في ارض السيتي هيعملوا فيهم حدث ولا حرج بقى، يعني ممكن بقى زربحي جوان بقى، شلالي جوان هيجي. القصه كلها انه ممكن ما اعتقدش ان بيب جوارديولا هينزل عناصر اساسيه عشان يلعبوا مثلا كوبنهاجن في ماتش هو خلصان اصلا وهو حاسم التاهل، الا بقى لو هو حب بقى عايز يعمل سكور بقى، ولا لو نزل مثلا واحد زي فودن وجنبه دي بروين وجنبه سيلفا هياكلوهم، بعيدا عن هالاند. هو هالاند ممكن ينزل اصلا ما جابش جوان فيهم في الماتش الاولاني، فممكن ينزل يبقى عايز ياكلهم في الماتش ده. فتمام، الماتش اصلا مش هتفرج عليه، محسوم من قبل ما يبتدي. فتوقعي هو فوز مان سيتي وتاهلوا لدور الثمانيه. ريال مدريد ضد لايبزيج، وهنتكلم بقى في الماتش ده. الماتش الاولاني لما كان على ارض لايبزيج خلص 1-0 لريال مدريد بهدف ابراهيم دياز في بدايه الشوط الثاني بحل فردي بحت، ان هو قطم وخد الاولاني والثاني وشاط الكوره عشان تسكن في الزاويه لايبزيج. 1-0 لريال مدريد، هدف الوحيد اللي اتسجل. مين بقى اللي هيتاهل في ارض ريال مدريد الماتش العوده؟ اعتقد اللي مر بيه ريال مدريد بعد ماتش فالنسيا وظلم الحكم وقصه طرد بلينجهام والتنمر بتاع فيني، اعتقد ان ريال مدريد لما بتتحط في المواقف اللي زي دي بحس ان الماتش اللي بعديها بتاكل اي فرقه بتنزل قدامها ايا كان مين. وبالذات ان انت في الاسبوع ده ريال مدريد اتظلم ظلم بحت كل حاجه. تخيل انت بقى ريال مدريد اول فرقه هتقابلها بعد كل اللي بيحصل لها ده هتعمل فيه ايه؟ اعتقد ان هم هياكلوا لايبزيج. اعتقد ان الماتش محسوم 1-0 مش مطمئنه خالص. ممكن جون لايبزيج يقلبوا لك الموضوع كله ويبقوا متعادلين، وممكن جون تاني يحسموا الموقف
بس مش مع ريال مدريد. انت بتتكلم على فرقه متمرسه في دوري الابطال، اكتر فرقه واخده دوري ابطال على مر التاريخ، اكتر فرقه بتعرف تتعامل بدوري الابطال باحتياطيها قبل الاساسيين بتوعها، اكتر فرقه متمرسه لاعيبتها حافظين البطوله ولا كانهم مثلا ماشيين في طرق بيتهم. شعار ريال مدريد على كتف كل لعيب فيهم تقيله قوي، تقيله قوي ان اي فرقه تيجي تكسب ريال مدريد كده عادي كده صباح الفل. ومين لايبزيج. فانا اعتقد ان ريال مدريد هتتاهل وبجداره. قصه ان جود بلينجهام مش هيبقى معاك برضو لانه خد طرد الماتش اللي فات بسبب الحكم وهيغيب ماتشين، ده اما لبس عقوبه تلبسه في اكتر من ماتشين. فاعتقد برضو ان هو انشيلوتي هيوجد بديل ليه مناسب، ان هو ما عندناش اكتر من خط النص يعني. فاعتقد ان الماتش محسوم برضو، ان ريال مدريد هتتاهل لدور الثمانيه، وساعتها بقى هنشوف هنقابل مين بقى في القرعه. بس ودي كانت توقعات الاسبوع ده، وان شاء الله في فيديو توقعات الاسبوع اللي جاي للاربع ماتشات بتوع الاسبوع اللي جاي، فاستنونا. لو انت اول مره تتابعني انزل اعمل كومنت ولايك وقول لي ايه رايك، سواء متفق معايا في توقعاتي او مختلف معايا. مش مشترك عندي انزل اشترك في القناه وفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد. بس كده يا سيدي، سلام.